ازيكم حبايبي، وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمله مع بعض بسكوت اقتصادي خفيف سهل، من غير بيض، من غير لبن، من غير زبده. بصوا، اقتصادي 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 بطريقه فظيعه. مكوناته موجوده بقى في البيت عندنا، مش هيكلفكوا حاجه خالص. بسكوت كده يتاكل مع كوبايه شاي، مع حاجه اقتصاديه من الاخر. معانا هنا 3 كوبايات دقيق. بصوا، من الكوبايه دي اي كوبايه وحدوها، بصوا تتوحد براحتكم. 3 من دي، تمام. شلت منها معلقه وحطيت منها معلقه كبيره نشا. يعني انا حاطه 3 كوبايات من دي، بعد ما عيرتهم ونخلتهم وكل حاجه رحت شايله معلقه كبيره وحطيت مكانها النشا، تمام. حاطه ربع معلقه صغيره ملح اهي، لو انتوا شايفينها الملح، تمام. يبقى كده احنا حطينا ايه، 3 كوبايات اللي معلقه دقيق، وحطينا المعلقه اللي شلناها من الدقيق ديت نشا، تمام. مش عايزين النشا، عايزين تخلوها 3 كوبايات دقيق براحتكم، تمام. معانا نص كوبايه زيت. بصوا، نص كوبايه زيت. عايزين تخلوه زبده او سمنه براحتكم، بس انا عشان بقول ده اقتصادي، من غير زبده، من غير سمنه، من غير اي حاجه، اهو بالزيت اهو، تمام. نص كوبايه سكر بنفس الكوبايه برضه، هي بنفس الكوبايه، تمام. نص كوبايه ميه. يبقى بصوا، يبقى نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه ميه. معانا هنا ظرفين فانيليا او ظرف براحتكم خالص. هنحطه هنا على الدقيق معلقه صغيره. عايزه اوريكم بيكنج باودر، تمام. انا عايزه اوريكم المعلقه عشان ايه، عشان البسكوت ما ينفش والرسمه بتاعته اللي احنا هنعمله بيها تروح. بصوا كده اهو، شايفين ومعلقه اهي اللي احنا بنعايره بيها الشاي والحاجات. هنقلبوا المكونات دي كلها مع بعض اللي هي الجاف. خلاص كده. بصوا بقى، انتوا عارفين انا ما بحب احط حاجه في مثلا سوائل، ما بحطش كميه السوائل كلها عشان مش عايزه احط دقيق. انا ممكن اكمل بعد كده. هنجيب الخلاط بتاعنا. ما عندكوش خلاط مفيش اي مشكله، بالمضرب اللي هو ايه اليدوي، تمام. هنحط السكر، تمام، وهنحط الزيت. هنحط بقى الميه، هنحط الميه زي ايه، ربعها كده اهو، هنحطها كلها. بصوا، ربع الميه. بص، هنحط بقى هنا الفانيليا. انا عندي باكيتين فهحطهم، تمام. يبقى حطينا نص كوبايه السكر ونص كوبايه الزيت. حطينا ربع الميه. ما رضيتش احط الميه كلها عشان ايه، مش حابه، عشان محتاجش دقيق تاني. بصوا بقى كده، هنضربه في الخلاط لغايه السكر ايه ما يدوب، تمام. بصوا، هنضرب الخلاط. افصل معاكم اضرب المكونات دي وارجع لكم على طول. بصوا حبايبي، بصوا الخليط، بصوا بقى عامل ازاي. بصوا بقى ابيض زي الفل. احنا دوبنا السكر، بس انا حاساه اللي هو هيحتاج شويه ميه، صح؟ عشان بصوا الخليط تقيل، فانا ممكن ازود له شويه ميه، ازود له شويه ميه، وبعد كده ايه اضربه وارجع اقول لكم تاني. حبه صغيرين مش كتير. بصوا زي ايه، برضو ربع الربع، تمام. هنشوف، يلا اضربه وارجع لكم. بصوا كده اهو، بصوا المكونات، بصوا الخليط بقى ابيض زي الفل ازاي. انا كده دوبت السكر خالص وكله. انا حطيت دلوقتي نص كوبايه الميه، حطيت ايه ربع، يعني حطيت نصها. يعني انا معايا نص كوبايه ميه، حطيت نص ايه، نص النص. بصوا، هنقلب المكونات دي كلها. نفترض بكده لقينا المكونات ايه، الدقيق سايل شويه، يعني ايه طري شويه. هنعمل ايه، انا هحط عليه معلقه دقيق. بصوا كده، حتى لو احنا عايزين بقى الميه مش مشكله خالص، نفضوها كده في المرحله دي. بصوا كده، بصوا كده خالص كده بقى. انا بقول للمعلقه دي خلاص انا مش عايزاكي،
عشان انتوا عارفين انا بحب ايه اعمل بايديا ايه العجين. بصوا كده مكونات بقى ايه رايكم؟ اقتصاديه اقتصاديه، ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه خالص. لو انتوا عايزين تحطوا بدل الميه لبن براحتكم. انا كتير قالوا لي عايزين بسكوت اقتصادي ما فيهوش بيض ولا لبن ولا الحاجات دي خالص، ما قدرتش اقول لا اهو. بس مش عايزه اقول لكم فظيع البسكوت ده، طعمه وريحه وموفر قوي، هيعمل كميه حلوه قوي ان شاء الله. بصوا كده طبعا العجينه ايه هتلاقوها، بصوا لسه مفرونه، فكده انا محتاجه بقى الميه ايه هنحطها. تمام. بصوا كده هنعجن بقى ده كله وهرجع نقول لكم نعمله ايه. بصوا يا حبايبي ادي العجينه اهي خلاص خلصناها. بصوا بقى دي مش هنقدر نشتغل فيها دلوقتي، هنسيبوها تريح نص ساعه ربع ساعه تلت ساعه، المهم ما تعديش النص ساعه. هنريحوها وهنشوف بس هنحضروا بقى الصاجه بتاعتها والاشكال اللي هي الاقتصاديه اللي احنا عندنا في كل بيت هنعمله بيها، وهرجع لكم على طول. بصوا حبايبي العجينه اهي ريحناها، هنجيبوها بقى دلوقتي. بصوا النص ساعه اللي احنا ايه ريحناه فيها اهي هناخده بصوا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نحط النص ده كده ايه على جنب. تمام. هنيجي بصوا بقى هنا تفرشوا اي حاجه بس عشان احنا بنطلعه ايه العجين. هنيجي نفردوها كويس، نحط بس الكيسه كده عليها، نيجي نفردوها كده اهو. هوريكم بس احنا هنقطعوها بايه، بس نفردوها ايه الاول. تمام. بصوا يا حبايبي فردناها كده على السمك بتاعها، بصوا عامل ازاي رفيع قوي. معايا هنا شوكه ومعانا قطاعه، بصوا الشوكه اهي ومعانا القطاعات دي. ما عندكوش قطاعات مفيش مشكله خالص. تمام. بصوا بقى هنيجي نخرموا العجينه كلها. بصوا بالشوكه، ده بسكوت شاي بقى اللي هو زي البسكوت اللي هو اوركر، ودي مش مشكله دي اللي هو اوركر لوكس، بس طبعا اللوكس اللي ما فيهوش. تمام. بصوا كده اهو هنخرموا العجينه كده اهو بالشوكه. معاكم الخله اللي هي حتى لو خله الاسنان، حتى لو اللي هم العيدان بتاعت الشيش طاووق، مفيش اي مشكله خالص. في الفرش اللي هي بتتباع ديت هي رخيصه قوي والله، كل ما عايزه انزل عشان اجيبها اقول تنفعني وكده انسى، افتكر بقى ما كنت انا عايزه اعمل الوصفه. وانا عندي ولادي بيحبوا الحاجات دي قوي وانا بحبها بصراحه، وانا قاعده كده بتفرج على حاجه، قاعده على النت، قاعده كده بسلي نفسي. بس باخد ايه واحده يعني اقصايه كوبايه شاي، اتنين اقصايه قوي يعني قوي، مش اللي انا باخد بقى الكميه كلها لا، عشان برضه الواحد ايه مش عايز يطلع من الشتاء مقلبص. بصوا كده انا طبعا باي شكل كده اهو. بصوا معانا هنا الشكل المربع، هنيجي نقطعه كده اهوت بالقطعه المربعه. بصوا كده اهو هيبقى شكله حلو ده. بصوا كده انا عشان الحته دي بس اللي هي المخرومه انا مش عايزه اعملها. بصوا كده اهو. بصوا هنشيل الكميه دي اللي هي الزيادات كلها. هتيجي بقى ايه، بصوا هنيجي نطلعه العجينه كده بالراحه خالص. بصوا عامله ازاي ورفيعه وجميله. انا هنا عامله صاجه فيها ورق الزبده هروح حطاها. ماشي. هنيجي برضو نطلع التانية كده بالراحه اهي. بصوا كده بذمتكم بقى دوت يتقال عليه ايه؟
او انا استاهل ايه بقى بجد؟ اللي انتوا ايه بجد بقى تشجعوني، واشوف بقى ايه تعليقاتكم الحلوه اكتر، واشوف لايكاتكم بقى عشان الفيديو ده يترفع وكده. بصوا هنفرد بقيه العجينه واقول لكم برده الاشكال التانية هنعملوها ازاي. تمام. بصوا هيبقى قسمت اهي العجينه، هنيجي معانا نقطع دي شكل اي شكل عندك، اي حاجه ان شاء الله بكوبايه. تمام. بصوا بالحته اللي تحت ديت اللي تحت عشان اللي فوق دي صغير. بصوا كده اهو، بصوا المنظر اهو اهو. ايه رايكم بقى كده؟ بصوا انا عايزه اوريكم برضو ده عشان اكمل انا بقى الباقي بالقطعه المدوره دي برضو اهو. دي الزيادات. بصوا بكل سهوله، بسكوت اقتصادي اقتصادي فظيع بجد، ملهوش حل. وريحته وحياة ربنا الفانيليا اللي حطيناها، وطبعا حاطين زيت نضيف. بصوا عامل ازاي في منتهى الجمال بجد، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني حاجه كده ايه، فاخر فاخر. انا طبعا وانا شغاله معاكم كده انا مولعه الفرن عشان اول ما يخلص ندخلوه على طول، بس انا لازم اكمل الكميه كلها عشان ندخلهم مع بعض. بصوا كده، بصوا كده عامل ازاي اهو. هنكمل انا بقى بقيه الكميه ديت واوريكم بعد ما اخلص خالص. تمام حبايبي، دي الكميه هي خلصت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا المنظر عامل ازاي فظيع. بصوا الاشكال دي الكميه كلها اهي اللي انا عملتها. هدخلها على فرن بقى درجه حراره 150 يقعد 10 دقايق بالظبط، مش هيتاخر عن كده اهوت. 150 160 اقصاه. تمام 10 دقايق ونطلعه هتلاقوه قرمش وزي الفل. انا هقوم دلوقتي ادخله الفرن واول ما يخلص ان شاء الله اوريه لكم على طول، استنوني. بصوا الكميه هي خلصت، مش عايزه اقول لكم فظيع، والريحه رهيبه، والقرمشه بتاعته ملهاش حل. بصوا بصوا السوا بتاعه عامل ازاي. بصوا عايزه اسمعكم القرمشه. بصوا سامعين؟ عايزه اقطع لكم واحده، استنى اقطع لكم اكسر لكم ديت. ايه رايكم؟ بصوا الرفع بتاعه ملهوش حل بجد والله العظيم، وطعمه رهيب. ده بقى مع كوبايه شاي كده فظيع، ومكوناته ولا بصوا يعني ما تذكرش. نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 3 كوبايات دقيق. نشيل 3 كوبايات معلقه نحطوها نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه صغيره ملح، زي ربع معلقه صغيره ملح، 2 ظرف فانيليا. بس دي المكونات ولا اكتر ولا اقل. بصوا بقى بجد بجد اللي انتوا بتطلبوه انا بعمله لكم، وحاجه اقتصاديه ومش مكلفه. يا ريت بقى اللي يعمله يبعت لي، والفيديو ده عايزاه يترفع، عايزه الدنيا كلها تشوفه ويبقى عالي قوي. ولما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.